هاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة، وهوبا صالح بينقلها ناحية اليسار. أسامة عرابي بيلعبها ناحية محمد عامر. لعب الشوط الثاني بدل رمضان السيد، يلعبها بالعرض وخطرة وتوصل، بس ياخذها طلع مصطفى عبده وشوط الجول. جول على السريع. جول في الدقيقة 12 مصطفى عبده بيحطها مجانية. مصطفى عبده بيحطها الحقيقة. شوف سريعة، شوف المدافع نادي الكويت بتعدي منه. مصطفى عبده بيهيئ نفسه، بيصلح نفسه في الدقيقة 12. مصطفى عبده يسجل هدف الثاني. هدف مجري في مرمى نادي الكويت. هدف مجري سريع على قرار مصطفى عبده السريع، يسجل منه الهدف الثاني لفريق نادي الاهلي. الهدف الثاني في الدقيقة 12. الهدف الثاني شوف إعادة من زاوية ثانية. مصطفى عبده سجل حقه هدف وحلو. كرة بيلمها على يساره وبيلعبها من زاوية البعيدة، والاهلي بيتقدم بهدف. مرة تحلوت ومرة ثانية وتلعب لنادي الكويت. كرة مع شعيب يلعبها، كرة في العرض، وصل عساوي، كرة يبعدها المدافع، بيتابعها ايضا جمال دياب، يحاول يمر تطلع كرة برا الملعب، رمي الى عبد الغني، الى مصطفى عبده. حلوة 3 نقلات جهة اليمين، كرة ملعوبة بيحاول يمر، توصل تلعب في العرض، خطرة، جول. نفس الهدف اللي اتى على القادسية ايضا. مصطفى عبده عطاها لزكريا ناصر من نفس المكان. زكريا ناصر. النادي الاهلي 1. شوف اعاده في البطيء، شوف مصطفى عبده من 3 نقلات حلوين الحقيقه، 3 نقلات حلوين. مصطفى عبده حتى على راس زكريا ناصر، طرابلس طلع المرمى، سجل منها الهدف الاول في الدقيقه 15. يصفر ياخدها منه على طول ناحيه شمال، بيتحرك مختار بيلعبها بالعرض، ضربه حره غير مباشره، لعبت حلوه. مصطفى عبده بيحطها جوه الجول. وحيد كامل بيشرف الحكم، طعم مصري، جول. علي خليل مش الغني هيرمي اوت طويل ما دام رجع كده، وفعلا اوت طويل. زكريا بدماغه والخطيب، ومحمد عامر بيظبط ورجل الشمال، يا سلام. ومصطفى عبده جول. الجول الاول للنادي الاهلي. مصطفى عبده عمليه متابعه جميله بعد شوطه محمد عامر. مصطفى عبده برجل الشمال جوه الجول علشان يجيب الجول النادي الاهلي الاول في الدقيقه 15. كرة حلوة وهجمة حلوة، وأساسها زكريا ناصر بالهيد، وترجع لمحمد عامر يشوط في العارضة، الجول يصدها وتيجي في العارضة، ومصطفى عبده يتابع ويجيب الجول الأول. 1-0. فاول يحيى دياب. حمادة صدقي بيشاور، مجدي عبد الغني لازم يقف على بعد 10 ياردات.
خلصها كويس لعلاء. علاء عبد الصادق باك يمين لعلاء ميهوب، من علاء عبد الصادق لعلاء ميهوب، بحل عليه نيجانجو والكرة العرضية ومهيري ويحطها على مصطفى عبده. يا سلام، مهيري ريحها لمصطفى عبده ويجيب مصطفى عبده الجول رقم 104 105 للنادي الاهلي في بطولات افريقيا. النادي الاهلي كان جايب 103 قبل ماتش النهارده، بالجول الثاني اللي يجيب مصطفى عبده يبقى النادي الاهلي يجيب 105 جول في بطولات افريقيا. ومصطفى عبده بالرغم انه من عمره في بطولة افريقيا بطولات افريقيا من عمر اشتراك النادي الاهلي من 76، انما للاسف كان جايب جولين بس قبل كده. النهارده يجيب جول يبقى الجول الثالث ليه في بطولات افريقيا. مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي حطها له مهيري على طول. مصطفى عبده لسه كان جايب جول للاهلي في المريخ، يمكن ربنا فتح على مصطفى بقى يلا درش العبها بالعرض. الخطيب بقى كده الجول الثالث، الجول الثالث يا ولد يا خطيب، يا لعيب يا لعيب، برافو مصطفى عبده. يلعب الكرة ياخدها الخطيب وباقتدار وبفن ومهارة وبيحطها برجله اليمين على شمال الجول. الجول الثالث للنادي الاهلي. دخل الخطيب، دخل الكرة على شمال صالح. ربيع ياسين يعني بعد 18 دقيقة على الأرض لعباس يلعبها للخطيب. الخطيب ماشي بيجي معاه هشام، لم الكرة الخطيب يلعبها عالية لمصطفى عبده، يلعبها بالمرمى. الجول الثاني للنادي اهلي حاقدر. طب احتراف، هل انا كنادي اهلي حاقدر مصطفى عبده ويمشي مصطفى
ضربة حرة غير مباشرة، لعبت حلوة مصطفى عبده بيحطها. الرئيس وادي مصطفى عبده كابتن تيم النادي الاهلي بيسلم على السيد اللواء اركان حرب حسن الاخرس مندوب سياده الرئيس حسني مبارك، ويتسلم كاس مصر على الموسم 84-85، وكان النادي الاهلي كسبان الكاس الثلاث مواسم اللي فاتوا، وجمهور الاهلي سعيد ان الاهلي دلوقتي بيحتفظ لثامن مره ببطوله الدوري والكاس مع بعض في تاريخ مسابقات الكاس والدوري. السنه دي واخد الدوري والكاس ووصل في دور الثمانيه لبطوله افريقيا. متابعة هنا بالشبكة، اهلا بيكم في فيديو جديد معانا. طبعا النهارده هنتكلم زي ما انتم شفتوا معانا لقطات نادره وحصريه للكابتن مصطفى عبده الشهير بالمجري، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي. مصطفى عبده لمن لا يعرفه هو المتوج ب 20 بطوله مع القلعه الحمراء. هناخدها من البدايه كده. هو ولد 1953، بدا حياته الكرويه مع نادي شمال القاهره في 1968، كان عنده في الوقت ده 15 سنه، وانتقل الى نادي ناشئ النادي الاهلي في 1970، ولكنه شارك مع القلعه الحمراء بقميص القلعه الحمراء في اول مباراه كانت 1971، وسجل هدفين في مرمى منتخب دبي، كانت مباراه وديه، على انه شارك في اول مباراه رسميه مع القلعه الحمراء في 1972. مصطفى عبده لقب بالمجري لانه في ذلك الوقت كان او قبل كده بفتره كانت مصر عقدت على صفقه القطارات من المجر، وهذه القطارات كانت افخر انواع القطارات في ذلك الوقت اسمها المجري. فالكابتن نجيب المستكاوي لقبه بالمجري لانه كان لاعب متميز ولاعب متوهج ومتالق مع النادي الاهلي. لما لا؟ وقد شارك مع القلعه الحمراء في 300 مباراه، سجل خلال 51 هدف، حصل فيهم 20 بطوله، 10 بطولات الدوري المصري الممتاز، و5 بطولات كاس مصر، و5 بطولات افريقيه. كذلك توج مع منتخب مصر ببطوله كاس الامم الافريقيه والتي شارك فيها في 5 نسخ. كانت اول مباراه دوليه ليه مع الفراعنه امام اوغندا، ولم يتمكن من التسجيل في اول مباراه ليه مع الفراعنه، على عكس ما سجل مع نادي الاهلي. طبعا احنا نظرنا الى الكابتن مصطفى عبده المجري، له تاريخ طويل جدا جدا، ودلوقتي بيظهر في التحليل الرياضي، عنده 70 سنه بسم الله ما شاء الله، ولكنه لا زال قادرا على ان يحلل وليه راي يعني وجهه نظر معتبره في كره القدم. طبعا احنا مش هنطول معاكم النهارده، زي ما انتم شفتوا الفيديو الجميل جدا واللقطات النادره والحصريه واللقطات الفريده واللي مش هتشوفوها غير عندنا في كل زمان، عندنا وبس في هاتها من الشبكه. وعندنا نوعدكم ان ان شاء الله باذن الله عندنا لكم كنوز جايه في الفتره الجايه، كونوا معنا دائما، وستجد كل اللقطات النادره والحصريه والانفرادات في هاتها من الشبكه. استنونا في مفاجآت أكتر وأكتر ملهاش نهاية على هاتها من الشبكة. كورة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.